انت داخل تشتري دهب او ناوي تبيعه، استنى بس قبل ما تتهور وتخسر كل اللي في جيبك. الفيديو ده هيقولك 10 حاجات لو ما عرفتهاش فلوسك هتطير ومحدش هيرجعها لك، حتى لو ناديت على عم محمد بتاع المجوهرات. فخليك معايا لحد اخر ثانية واعمل لايك للفيديو، اشترك في القناة علشان لما الدهب يعلى تبقى انت العالي معاه، وصلي على النبي عليه الصلاة والسلام. تعال اقولك على اول حاجة، العيار مش رقم، ده مستقبل. يعني لما يقولك دهب عيار 24 ده مش مستوى في لعبة، ده أنقى نوع دهب. بس خد بالك ده طري جدا زي قلبك كده لما يسمع أم كلثوم، يعني من أقل خبطة تلاقيه اتنى معاك. فلو هتلبسه لمراتك أو لخطيبتك بلاش منه، خليك في عيار 21، ده الشعبي الرسمي بتاع مصر زي الكشري كده، ما تجربش تبعد عنه. وعيار 18 حبيبي برضو، ودوت مخصص للتشكيلات اللي فيها فصوص أو حاجات بتلمع، بس برضو لما تيجي تبيعه بياخدك على الهادي وبيطلعك خسران. فخد بالك يا ناصح، لأن في طبعا مصنعية بتتحط على الفصوص أو الحاجات اللي بتلمع اللي موجودة. الحاجة التانية المصنعية، ودي الفكة اللي في جيب التاجر. اعرف كده ان المصنعية دي شبه تمن العلبة اكتر من المنتج، كل محل ليه مزاجه. يعني تلاقي واحد يقولك المصنعية 100 جنيه والتاني يقولك 250 جنيه. يا عم انت بتبيع دهب ولا بتعمل لي عربية كريب؟ اسأل وشوف اكتر من مكان، وما تصدقش اول تاجر يضحك في وشك، اصلهم بيتدربوا على الضحكه دي مخصوص. نخش بقى على تالت حاجه، الدهب مش تجاره مربحه بسرعه. يعني ما تخشش عالم الدهب وانت فاكر انك هتشتري النهارده وتبيع بكره وتلاقي نفسك مليونير، لا ده استثمار نفسه طويل. يعني تشتري وتستنى، وبعد كام سنه كده ترجع تلاقي نفسك كسبت شويه. بس لو اتسرعت هتلاقي نفسك بتبيعه وانت خسران، زي ما اتفرجت كده على مسلسل 30 حلقه وطلعت النهايه اي كلام. ورابع حاجه اقولها لك دلوقتي، تشتري منين؟ يعني ما تشتريش من على الفيسبوك وتقول لقيت واحد بيبيع دهب بسعر حلو. لا يا حبيبي، الدهب يتاخد من محل ليه رخصة وليه سمعة كويسة، ولو قدرت تعرف منين بيجيب بضاعته كمان يبقى ده تمام. خد فاتورة مفصلة فيها السعر والعيار والوزن والمصنعية، عشان لو رجعت تبيعه تبقى ماسك عليه زلة. النصيحة الخامسة هقولها لك دلوقتي، خد بالك من الفصوص. يا سلام بقى على الخاتم اللي فيه فص احمر بيلمع زي عين القطة في الضلمة، بس لما تيجي تبيعه يقولك ده مش دهب، ده فص ونوزن الدهب بس من غيره. يعني انت دفعت الثمن مرتين مش هتاخد منه حاجة. فخليك في البساطة، الدهب لما يكون نضيف ومن غير فصوص بيفضل ليك لحد يوم القيامة ان شاء الله. سادس نصيحة، تابع الاسعار كل يوم، ايوه يوميا. زي ما بتدخل تشوف مين عمل ستوري على الانستجرام، خش شوف سعر الدهب وصل كام. في تطبيقات وفي مواقع موثوقة. سعر الدهب بيتغير كل يوم، اوقات بالساعات كمان. يعني ممكن تصحى الصبح تلاقيه نازل وتيجي بالليل تلاقيه طالع، كأنك ربيت اسد صغير في جيبك. سابع نصيحة، بلاش تشتري كمية مرة واحدة. لو معاك فلوس وقلت اشتري مرة واحدة واريح دماغي، استنى بس. الدهب زيه زي البورصة، ممكن تشتري النهاردة وتلاقيه نزل بكرة وتتحول من مستثمر لواحد بيعيط في المطبخ. اشتري على مراحل، يعني كل شوية خد لك شوية دهب كده صغيرين، كأنك بتجمع طوابع بس ذهبية. اما بقى بالنسبة للنصيحة التامنة، البيع فن وذكاء. يعني ما تروحش تبيع دهبك يوم ما السوق نايم وتقول الدنيا بايظه، استنى لما السعر يعلى. تابع السوق زي ما بتتابع ماتشات الاهلي والزمالك، بيع في الوقت الصح هتكسب اكتر مما كنت تتخيل. تاسع نصيحة هقولها لك دلوقتي، الفواتير دي كنز، ما تستهونش بيها. كل جرام مكتوب فيها وكل تفصيلة هتنفعك جدا وقت البيع، وهتثبت ان الذهب ده من حقك، ومش بعيد تفرجها لمراتك لما تقولك انت جبت الخاتم ده منين. والنصيحة العشرة، السبايك والجنيهات للناس اللي دماغها استثمار. لو انت مش رايح تتجوز وبتفكر تستثمر، سيبك من السلاسل والفصوص وركز على السبايك والجنيهات. مصنعية قليلة، قيمة ثابتة، وسهل تبيعها. يعني انت كده بتقول للذهب تعالى كبرني. لو وصلت لآخر الفيديو يبقى انت جامد وعندك نفس طويل زي السايغ اللي واقف من الصبح شغال في حلقة. ما تنساش بقى دلوقتي تعمل لايك، تكتب لي في الكومنتات رأيك في الفيديو، وتقول لي اكتر معلومة فرقت معاك. ولو عايز تكمل بقى وتزود معلوماتك، شوف الفيديو اللي فات هتلاقيه ظاهر دلوقتي على الشاشة، دوس عليه وعيش بقى مع عالم الذهب اكتر. سلام عليكم.